في الوقت اللي ممكن يكون ليكي قرار مهم قوي في نوع الولاده بتاعتك، سواء هتولدي طبيعي ولا قيصري، في طرف تاني في الموضوع ده مهم جدا. هل البيبي اللي بتولد ولاده طبيعيه مختلف عن البيبي اللي بتولد ولاده قيصريه؟ امهات كتير جدا بتكون فاكره ان الطلق ده بيكون صعب على البيبي وانه بيعصر وقت الولاده ومش هيتحمله، والاسهل اننا نفتح قيصري كده ونخرج البيبي بسهوله من غير ما نعرضه لضغط او ستريس طلق. لكن لو فكرنا بالمنطق فهنعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ابدا مش هيخلي في حاجه في طبيعه الولاده تضر الام او البيبي. تخيلي بقى ان الطلق اللي انت بتكوني خايفه منه ده هو اقوى سلاح بيظبط التنفس عند البيبي وبيقوي مناعته وقت الطلق، وبسبب الضغط الجامد قوي ده على البيبي وقتها بيقل نسبه الاكسجين، وده بيخلي الجسم بيفرز الادرينالين والنور ادرينالين وكورتيزول. عارفين بقى العيل اللي بيتاخد بسرعه ده بعد الولاده علشان الممرضه او دكتور اطفال يشفط له، ده بقى بيحصل تلقائي وروتيني مع العيل اللي اتولد طبيعي. الهرمونات اللي زادت قوي دي بتدخله في استرس، وده بيساعد بشكل طبيعي جدا انه يحصل امتصاص للسوائل اللي موجوده في الرئه، وده بقى بالظبط اللي بيخلي صرخه الطفل ده بعد الولاده واضحه وفيها قوه كده وسلاسه. اما بقى عن الرضاعه الطبيعيه فهي بتكون افضل بكتير جدا في الطفل اللي اتولد ولاده طبيعيه عن طفل الولاده القيصريه. واكيد انا هنا مش بتكلم على مده الرضاعه الطبيعيه كلها، لكن بنتكلم عن اول ساعات لحد اسبوع بعد الولاده. وبالنسبه بقى لمرور الطفل في مسار الولاده الطبيعيه وبالذات المهبل والبكتيريا الموجوده فيه، فده بيعزز مناعه الطفل بصوره قويه جدا. واحنا طبعا هنا بنتكلم على كل حاجه في حدود المعقول والمسموح به، يعني لو الطلق زاد عن الوقت المسموح به فده ممكن يدخل البيبي في حاله اختناق، وده مش بالضروره ان الطفل اللي اتولد في ولاده قيصريه بيكون تعبان. ولدنا اطفال كتير جدا، او ممكن يكون بنسبه 99% اطفال كويسه وبتولدوا وبيصرخوا وبيدوا اول نفس، لكن احنا بنتكلم عن التاثيرات الفسيولوجيه والمناعه بتكون اقوى وواضحه جدا على الطفل اللي اتولد بصوره طبيعيه عن الطفل اللي اتولد قيصري. لكن هنتكلم في الاخر عن نقطه مهمه قوي، ان احنا مش في تحدي، مش بطوله ان انت تولدي طبيعي او فشل انك تولدي قيصري. في عوامل كتير قوي بتحدد لنا نوع الولاده وايه الامن ليكي انت والبيبي. المهم ان الولاده تتم بسلام وتخرجي انت وطفلك من غير اي مشاكل تاثر عليكم وقت او بعد الولاده.